ديال الطياره للسعوديه. مشيت لوحده وشي حاجه، مشيت باش ندير عمره. ملي مشيت ندير عمره انا كان عندي مشكل في السعوديه ديال الهيئه، الله ياخذ فيهم الحق، الله لا يسامحهم، اوسخ بشر على وجه الارض، ليحي وديقن على الفاضي. فما قطعش اللي قطعته قدامكم. هذا هو البوردين باش رجعت من جده لاسطنبول في الصباح. يصنفني في خانه اللوطيين والمثليين لانه انا متبري منهم. انك حامل لمرض الايدز، والواحد لما كيتسفر من شي بلد خليجي في مرض الايدز ممنوع يدخل جميع دول. رفضت السلطات السعوديه السماح لنوفل موسى المعروف بلقب صوفيا طالوني بدخول أراضيها عبر مطار جدة، مانعة إياه من التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وجاء قرار السلطات السعودية بمنع دخوله يعود إلى تورطه في قضية أخلاقية سابقة على أراضي المملكة، ما أدى إلى طرده حينها مع فرض حظر على دخوله لمدة 10 سنوات، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف شهر غشت المقبل من العام الجاري. وقد أثار هذا القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بصرامة المملكة في تطبيق قوانينها لحماية القيم الأخلاقية، بينما رأى آخرون أن السماح له بأداء مناسك العمرة كان يمكن أن يكون فرصة لإظهار قيم الإسلام السمحة في قبول التوبة والعودة إلى الطريق الصحيح.